السلام عليكم في فيديو صادم متداول لحفل التخرج نتاع الطلبة الجامعيين المنتمين لكلية الطب مولود معمري التابعة لولاية تيزي وزو. جاءت فيه مشاهد لأداء قسم التخرج باللغة الفرنسية، والذي أداه طلبة الكلية المذكورة سلفا، حتى جعل رواد السوشيال ميديا يوجهون أسئلة لاذعة لعميد الكلية مباشرة بصفته المسؤول الأول عن تحرير نص القسم الذي أقسم به الطلبة المتخرجين. بما أنهم ليسوا فرنسيين، فلماذا كان قسم التخرج مكتوب باللغة متاع الساحل الإفريقي؟ فإن لم يكن باللغة العربية بصفتها اللغة الرسمية للدولة الجزائرية المستقلة، فلماذا لم يكن على الأقل باللهجة القبائلية، بما أنها لهجة نفس أولئك الطلبة المتخرجين؟ وإن لم يكن باللغة العربية ولا باللهجة القبائلية، فلماذا لم يكن باللغة الإنجليزية التي اعتمدتها وزارة التعليم العالي مؤخرا، معيدة اللغة الفرنسية إلى مكانها الأصلي في الساحل الإفريقي؟ سلام.